السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة الكرواسون الرول. كان طالع ترند من فترة وعملته وفشل معايا، وقلت والله العظيم نعمله تاني والحمد لله نجح معايا. هو كده تحس من بره مقرمش ومن جوه هش ومرق ومحشي نوتيلا، طعمه كده حكاية تحفة. تعالوا نشوف الكرواسون الجميل ده هنعمله ازاي. اول حاجة معانا كيس من الخميرة الفورية بمقدار معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنحط كوباية الا ربع من الحليب الدافي عشان تنشط معانا الخميرة بسرعة، مقدار 150 جرام. هنحط 50 جرام من السكر الابيض الناعم، مش السكر البودرة. نضربه كويس جدا لغاية لما السكر يدوب مع الحليب والخميرة اللي احنا حطيناه. نبتدي نحط عليها 50 جرام من الزيت النباتي او ربع كوباية صغيرة من الزيت النباتي او اي زيت يكون نضيف عندك ريحته حلوه عشان يديكي طعم حلو ان شاء الله للكرواسون بتاعك. هنبتدي نحط بضايه بدرجه حراره المطبخ، هنحط رشه من الملح، نرجع نضرب الخليط كله تاني، نضربه ضربه حلوه كده لغايه لما كله يندمج مع بعضه بالمنظر دوت كده. هنبتدي ندخل الدقيق بتاعنا 350 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات. اهم حاجه ان شاء الله في المعجنات بتاعتك علشان تنجح معاكي اللي انت تدخلي الدقيق كويس، واللي انت برضو تكوني متاكده من نوع الخميره اللي انت شغاله بيها. هنبتدي بقى اللي احنا نلم العجينه بتاعتنا كده، كل ما هتعجنيها كل ما تلم معاكي. تحس ان هي ملزقه شويه كده، بس هي دي المقدار المظبوط بتاع العجينه بتاعتنا. هنبتدي نرش رشه كده بسيطه من الدقيق عشان نبتدي اللي احنا نخلع كده العجينه بتاعتنا من الطبق ونعرف اللي احنا نلمها. بصي اتلمت معانا بقت جميله جدا. غسلنا الطبق بتاعنا ونضفناه كويس، هنبتدي نحط فيه نقطه من الزيت ندهن الطبق بتاعنا كويس، ونمسك العجينه بتاعتنا برضو ندهنها دهنه حلوه من الزيت من بره عشان لما تيجي العجينه بتاعتنا تخمر ونيجي نخلعها من الطبق تتخلع معانا بسهوله. حطيناها في الطبق بتاعنا ونبتدي ان احنا نغطيها كويس قوي بالستريتش جيل او اي كيس كبير عندك حطيها فيها واربطيها كويس قوي. غطيها بفوطه كويس قوي وحطيها في مكان دافي عشان تخمر معاكي بسرعه. نبتدي نجهز الزبده بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها في الكرواسون بتاعنا. هنجيب 200 جرام من الزبده، لازم تكون زبده نوعها حلو، ما تجيبيش اي زبده كده وخلاص. دي الغلطه اللي انا غلطتها، انا عملت الكرواسون دوت قبل كده وفشل مني. فشل مني ليه؟ لان انا كنت جايبه نوع زبده رديء ما كانش حلو. حسيت اللي هو اللي بوظ معايا الكرواسون بتاعي لما جبت زبده نظيفه وحلوه وكانت غاليه وحلوه نجح معايا. طبعا شفت الزبده بتاعتي. نبتدي نفردها في كيس خزين ونخليها مستطيله بالمنظر دوت كده ونحطها في الفريزر عشان نعرف نشتغل بيها لما نيجي نعمل الكرواسون. العجينه بتاعتنا خمرت معانا جميله جدا وناجحه معانا جدا، بس منفوخه ازاي ومليانه هوا من جوه. هنبتدي بقى احنا نطلع الهوا اللي فيها ونحطها كده على المفرش بتاعنا. لو عندك مفرش سيليكون افرشي عليه، عندك الرخامه بتاعتك الترابيزه بتاعتك افرشي عليها. هتحطي الاول رشه من الدقيق وتبتدي اللي انت تفرشيها على شكل مستطيل عشان نعرف اللي احنا نشكل الكرواسون بتاعنا ونعرف اللي احنا نفرد الكرواسون بتاعنا. فردنا العجينه بتاعتنا فرده حلوه. الاول ترشيها برشه حلوه من الدقيق وتبتدي اللي انت تفرديها. عايزين السمك بتاعها زي ما انتوا شفتوا كده، مش عايزينها عاليه قوي ولا رفيعه. هنبتدي ان احنا نغطيها تاني ونسيبها مفروض زي ما هي كده في التلاجة عشان تريح معانا على الاقل ربع ساعه جوه التلاجة بتاعتنا. بصي نحطها على صينيه ونبتدي ان احنا نحطها في التلاجة لغايه لما تريح معانا. ريحت معانا طلعناها من التلاجة، كانت عجينه جميله جدا. نبتدي كده ان احنا نشيل بالراحه الاسترتش من عليها. نجيب بقى الزبده بتاعتنا اللي احنا كنا حاطينها في الفريزر. شايفه ماسكه نفسها معانا ازاي؟ لازم تكون ماسكه نفسها كويس بالشكل دوت كده عشان نعرف ان احنا نفردها في العجينه. نحطها في نص العجينه كده ونبتدي ان احنا نطبق عليها العجينه بتاعتنا. بصي بقت على شكل مستطيله كده. هنبتدي بقى ان احنا نفردها. الاول هنرش رشه من الدقيق، هنبتدي ان احنا نفردها بالفراده. لقيت الزبده بتاعتنا ناشفه شويه مطرح ما هي كانت في الفريزر، هنبتدي نفردها بايدينا كده، بايدك كده تك عليها بالراحه بس على قد ما تقدري. حاولي ان انت ما تخرميش العجينه بتاعتك. بس فردناها على قد ما قدرنا. هنبتدي ان احنا نفردها برضو بالفراده
حسب ما انت عارفه تشتغلي اشتغلي بيها، تعمليها بايديكي تعمليها بالفراده، حسب ما انت عارفه تشتغلي اشتغلي. بصي فردناها بالشكل دوت كده. هنبتدي بقى احنا نحط رشه من الدقيق ونرجع نفرد بالفراده تاني. عملناها كده على شكل مستطيله على قد ما قدرنا. نشيل الدقيق الزياده اللي عليها ننفضه مش عايزينه. كل ما تحطي رشه من الدقيق وتفردي بيها العجينه بتاعتك ما تتقطعش منك، والزبده بتاعتك ما تطلعش بره العجينه. حطي رشه حلوه كده من الدقيق وافردي، ولما تيجي تطبقيها الدقيق الزياده نفضيه من عليها. نرجع نفردها تاني برضو على شكل مستطيل. بجد عجينه كانت تحفه في ايديا، كانت ناجحه معايا جدا. عملتها قبل كده زي ما قلت لكم وفشلت معايا. كان نوع الزبده مش حلو، الزبده لازم تكون نوعها نضيف، والدقيق برضو يكون نضيف معاكي، وبرضو يمشي بالخطوات مظبوطه علشان تطلع برضو مظبوطه معاكي. هوريكم دلوقتي الطوق اللي احنا هنشتغل بيه، اللي هنحط جواها الكرواسون. برضو لازم تبقى الطوق مظبوط معاكي، السمك بتاعه مظبوط، الطول بتاعه مظبوط، عشان تطلع الخمر بتاعك برضو مظبوط معاكي. هوريكم دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نشتغل فيه. فردناها تاني برضو على شكل مستطيل اهو، يعني على قد ما تقدري اعملي العجينه بتاعتك كذا مره، افرديها كذا مره. انا فردتها حوالي 3 مرات او 4 مرات وارجع اتنيها. متهيألي عملتها 3 او 4 مرات. افردها وارجع اتنيها على شكل مستطيل، وارجع افردها تاني وارش الرشه من الدقيق وارجع اتنيها. كل ما تفرديها وتتنيها تفرديها وتتنيها تديكي طبقات كتيره من جوه، تديكي رقات كتيره من جوه، تبقى هشه ومورقه معاكي وتبقى جميله جدا. مش فاكره ديت المره الثالثه ولا المره الثانيه اللي انا بوريها لكم ديت. لا طالما هنلفها كده يبقى ديت المره الاخيره، المره الثالثه. انا طبقتها حوالي 3 مرات وفردتها زي ما قلت لكم. كل ما تفردوها وتطبقوها تفردوها وتطبقوها، كل ما تديكوا رقات من جوه تبقى جميله جدا وهشه معاكم. نبتدي ان احنا نلفها كده. الاول برمتها من على الحرف برمه رفيعه كده، وابتدي اللي احنا ايه نلفها مع بعض كده ادتنا على شكل رول. نرجع نغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة عشان الزبده اللي احنا فردناها فيها تمسك نفسها، ونعرف اللي احنا نقطعها كويس لما نيجي نشتغل فيه. ده الطوق اللي احنا هنشتغل بيه في الكروسون بتاعنا. هنجيب ورقه كتاب عندنا نكون مش عايزينه، نبتدي اللي احنا نعمله كده، نتنيه كام تانية فوق بعضها لغايه لما نعمله بالشكل دوت كده. ونجيب ورق الألمونيا ونبتدي ان احنا نحط ورقة الكتاب جواها كده، ونفرد برضو ورق الألمونيا عليها ونرجع نتنيها تانية كمان. بصي طريقتها سهلة وبسيطة جدا. انا لفيت على الاطباق ديت علشان اجيبها بجد ومش لقيتها، فهعمل ايه؟ لازم هتتصرفي وتعملي اي حاجة اللي انت تعرفي اللي انت تعملي بيه الكروسون بتاعك. احنا عملنا الكروسون قبل كده من غير طوق خالص. الكروسون الرول دوت لازم تحطيها في الطوق عشان لما تيجي تخمر تبقى مظبوطة معاكي وتديكي الدايرة المظبوطة بتاعت الكروسون الرول. قصينا الحرف الزيادة من الناحية دي وقصينا الحرف الزيادة اللي من الناحية ديت، الطرفين بتوع الطوق بتاعنا. وابتديت اللي انا اجيب دبوس كده واقفل بيه الطوق بتاعي على قد ما تقدري بقى. اظبطيه بايديكي كده وخليه على شكل دايره. بصي جميل جدا. عملت حوالي 12 طوق. بصي شكلهم حلو جدا. هنعمل ايه؟ مش لاقيين طوق لازم هنشتغل برضو. طلعناها من التلاجة ومسكت نفسها معانا. هنبتدي بقى اللي احنا نقيس الطوق بتاعنا. هنقيس العلو بتاع الطوق بتاعنا، لقيناه 3 سنتي من اول المزوره كده لغايه 3 سنتي. وهنبتدي اللي احنا نقص العجينه بتاعتنا. قيس 3 سم بالمزورة ونعلم بالسكينة. قيس 3 سم بالمزورة ونعلم بالسكينة عشان نعرف ان احنا نقطع كل كروسون بتاعنا قد بعضه. بص الطبقات بتاعته من جوه جميلة جدا، كله مورق من جوه جميل جدا، تلاقيه مورق من جوه ومظبوط معاكي. هنقطعه كله زي بعضه. اللي هتلاقيها مش مظبوطة معاكي بايدك كده وخلي الدايرة كلها قد بعضها وحطيها جوه الطوق بتاعك. هنحط الاول ورقة زبدة جوه الصينية ونرص عليها الكرواسون ونحطها جوه الاطواق بتاعتنا. هنحط ورقة زبدة من فوق ونحط عليها اي حاجة تقيلة من فوق، صينية،
طبق تقيل من فوق، اي حاجه اللي انت تعرفي تدخليها جوه الفرن. لان الكرواسون بتاعنا احنا مش عايزينه يعلى لفوق، احنا عايزينه يعلى من الجناب، يخمر من الجناب، على اساس لما يجي يستوي تبقى الدايره كده مظبوطه معاكي. بصي خمر معانا جميل جدا. حطيناه في الفرن بتاعنا على شبكه في النص، درجه حراره 180، نفس درجه حراره الكيكه، تسويه الكيكه بالظبط. لما نيجي نقلب الكرواسون بتاعنا هيديك اللون الذهبي الجميل دوت من تحت. هتبتدي ان انت تشيلي الطوق من عليه وتروحي قلباه بالشكل دوت كده، عشان يديك اللون اللي تحت زي لون الجناب زي لون الوش من فوق. كل شويه ده تقلبيها كده لغايه لما يديك اللون الجميل بتاع الكرواسون الذهبي اللي انت بتحبيه. هنسوي الكرواسون بتاعنا كله بنفس الطريقه. هنبتدي بقى احنا نجهز النوتيلا اللي احنا هنحشي بيها الكرواسون بتاعنا. جبت برطمان النوتيلا، طبعا احنا في الشتاء هتلاقي النوتيلا ماسكه نفسها شويه، او الشوكولاته بتاعتك ماسكه نفسها شويه. دي كريمه شوكولاته بالبندق. هنبتدي ان احنا نعملها حمام بخار عشان تفك معانا بسرعه. هنحط معلقتين 3 معالق زيت كبار. هنبتدي ان احنا نحطها في الميه ونسيبها على البوتاجاز كده تغلي معانا غلوتين 3 كده لغايه لما تفك معانا. كل شويه تقلبيها لغايه لما الشوكولاته بتاعتك تبقى فكه معاكي خالص. بصي بالشكل دوت كده. هنبتدي بقى اللي احنا نحطها في القمع بتاعنا عشان نعرف نحشي بيها الكرواسون بتاعنا. بقت جميله جدا معانا. احنا طبعا مش هنحشيها وهي سخنه كده، هنسيبها لغايه لما تبرد معانا شويه عشان نعرف ان احنا نحشي بيها الكرواسون بتاعنا. خلاص الكرواسون بتاعنا برد خالص. بص من بره لونه جميل جدا. احنا عايزينه يبقى لونه الذهبي الحلو دوت، مش عايزينه يكون فاتح معانا، لان احنا عايزين فيه قرمشه كده بسيطه من بره، وهتلاقيه من جوه كده هش ومورق معاكي. تحس اللي هو عامل زي الهوا كده، حتى لما تيجي تمسكي الكرواسونه في ايديكي تلاقيها خفيفه جدا من كتر ما هي من جوه فاضيه. هنبتدي نجيب شيليمو او اي حاجه رفيعه عندك طويله تعرفي ان انت تفرغيها من جوه. هنبتدي ان احنا نحشي فيها النوتيلا بتاعتنا، وبرده نديها حبه شوكولاته كده من بره. كان عندي شويه من عين الجمل، ابتديت ان انا ارش على الشوكولاته بتاعتي كده من بره شويه من عين الجمل بعد ما فرمتها. مش فرمتها ناعم قوي، يا دوبك كده كانت مكسره معايا. هنعمل واحده كمان نفرغها من جوه ونحشي فيها الشوكولاته. حاطين عليها الشوكولاته من بره ورشين عليها رشه من المكسرات. عايزه اي نوع مكسرات عندك رشيها، عايزه تسيبيها بالشوكولاته كده ساده، عايزه تاكليها من غير شوكولاته خالص برضو تبقى جميله جدا معاكي. خلاص خلص معانا الفيديو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسيلي لايك واعملي لي مشاركه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.